عرفتي لقيت جيران ناس مسماو المناورات اللي كانوا داروا عندهم، عرفتي سموهم اسميت المسيره اللي دايرين اللي وصلت ليبيا وحبسات سميتها صو لا والله الا غير نسولكم سميتها حتى هذيك المناورات اللي داروا جيران الناس ما هذيك السميه اللي عندها والله. اذا غتسالوا راسكم علاش هذيك المبادره ديال سميتو سميوها الصومال. سمعت واحد الدري ليبي حضر، انا غنسمعكم واحد الدري ليبي، واحد الشاب ليبي حضر مشى شارك، واشنو قال نسمعوا لكم. بغيتو تسمعوا بلاتي نسمعكم. واحد الشاب ليبي مشى بلاتي قافلة صمود. السلام عليكم. بعد ما رجعت لمدينتي الزاوية اليوم أنا وأغلب الشباب اللي كانوا معي، خليني نقول لكم تجربتي الشخصية في الفترة اللي طلعت فيها هذه مع قافلة الصمود. مبدئيا 99.9% من الناس اللي موجودة في القافلة زيي وزيك أنت عزيزي المشاهد، وأكلتهم العاطفة، وإن موضوعنا فلسطين القضية الأساسية اللي تربينا عليها من صغرنا اللي ما فيش نقاش معاها بكل بساطة. أول ما وصلت غادي وتوكلت مع جماعتي ووصلنا للقافلة، في البداية قعدت نقول شنو المعاملة هذه وليش محاصريننا وليش كذا، بس بسبب اليومين اللي قعدناهم بدون نت في مكاننا عرفت هل بحاجات متدرجة بحاجة تانية، يعني الظاهر شيء والباطن شيء آخر. وأنا ما نطعنش في أي شخص معي وأيا كان اتجاهه أو الشيء اللي طالع عليه، طالما هو ما يديش في حد أو يحاول يوصل فكر يشوه به سمعة غيره. يا جماعة أنا راجل مواطن ليبي، ما يهمنيش شرق غرب، أنا نعرف ليبيا كاملة موحدة ما فيش فيه نقاش الموضوع هذا بكل، وبعون الله وإن طال النضال ليبيا وحدة. هاد الولد غير باش نقول لكم راه دارس القانون الدولي. هاد الولد اللي كيهضر ولد ليبيا ودارس القانون الدولي، وكما العدد من الناس اللي طلعوا في ديك القافله بصراحه باش نكونوا جديين، الاغلبيه الساحقه عندها ديك الفكره ديال انا غادي باش من اجل الحصار ضد حيت دوك العيالات دوك البنات دوك الشباب دوك الشيوخ الناس ما فراسهاش زعما اشنا هو الهدف من وراء القافله. الناس غاديه بداك الهدف انساني، حيت حتى باش تفكر راه بحال ديك الناس اللي كتجي حارقه، الناس اللي كتمشي حارقه واخا تقول لها عندك راه البحر وهادي وهادي وهادي، الناس ما عارفينش القانون الدولي، ما عارفينش الحدود ما بين الدول، ما عارفينش القوانين، بزاف د الحوايج ما عارفينش حتى الاستعداد حيت ما كانوش مستعدين. زعما ما كانش واحد الترتيب، لان واحد القافله بحال هذا الشكل ملي كتكون غاديه الا كانوا غاديين 5 د الكيران كيكونوا جوج كيران، كاينين جوج كيران غير ديال المؤونه ديال المساعدات الانسانيه ديال الماكل ديال التطبيب ديال بزاف د الحوايج اللي تكون معكم. ميرسي سيدي سعيد. نا بلاتي غنقطع كلشي وغنقول لكم معايا الاب ديال جيلان، معايا الاب ديال جيلان، ولا جات على خاطركم ديروا ليه ابوني، بغيت نحط لكم لاباج ديالو. معنا سي سعيد المجاهد، انا غنطلبكم دخلوا عنده. بغيتي تطلع معايا دقيقه غير باش يتابوناو عندك هاد الناس. الاب ديال جيلان اللي بغيت نقول لك باسم جميع المغاربه، اسم المغاربه كلنا داخل وخارج الوطن، شكرا جزيلا على العمل الرائع، ولكن شكرا حتى على داك الحب، لان من بين الاباء اللي كيزرعوا الحب في وليداتهم كيشرفنا بزاف، خاصه ان انا كنظن في هذه الفتره ديال الصراعات واللي فهمنا العدوى اللي على المملكه المغربيه وسميتو شي اغنيه اللي بردت لينا القلب مازال ما سمعناهاش وكنقولها بصدق، ولكن داكشي اللي دارت لينا بنيتك ودي السي سعيد الله يحفظك ليها ويحفظهم ليك ويخليكم مجموعين. وشخصيا انا شنقول لك ارفعوا لكم القبعه، دخلوا عنده الله يستر عليكم الاخوه والاخوات. لما دخلوا غادي نقول لكم سميتو سعيد المجاهد. سعيد المجاهد الاب ديال جيهان، السيد اللي شاد الكمانجه في الفيديو، غتدخلوا عنده لان شفت الكونت عنده باقي نازل واحد شويه باش حتى الاقل نعرفوا بالاعمال القادمه ويجبدوا لنا شويه ديال الا كانت شي حاجه هاد المره مخزونه يقولها لنا قبل. سي سعيد شكرا لك بزاف شكرا لك. وقول الكتكوته عندك قالت لك واحد خالتك من ايطاليا بان راه من عند ربي وي غود ذا باور
انا هذيك الجمله هذيك الجمله الدراري من عند الله، زعما الله عطانا القوه، داكشي علاش انت ديما بقى حاضينا. زعما بصراحه في كل شيء ديال الاغنيه كل شيء رائع، كل شيء رائع. قال داكشي اللي في ظرف في كلمات قصيره، في فيديو قصير، قالت داكشي اللي كيدق به قلب اي مغربي. ويا حياه ان انا بصراحه ديك البنيه اباغ الصوت، لان كان عندها من غير الاغنيه وداك الشيء، ولكن ما شاء الله كتوريك في داك الدم المغربي كيجري في العرق. لا باش تخرجي بكلمات بحال هكاك ماشي سهله. وانا ما نقولش لي شي حد لا اغاني وطنيه لا اغاني اللي خرجوا بشي حاجه بحال هذا الشكل اول اغنيه. وكنتمنى تحت طلب بزاف ديال المغاربه والمغربيات نسمعوها في الافتتاح ديال كاس افريقيا. والله العظيم امنيتي وكنظن بان الامنيه ديال شحال من مغربي ومغربيه هي هذيك الاغنيه نسمعوها في الافتتاح ديال كاس افريقيا في المغرب، لان تستاهل وتجي معها في كل شيء ديالها تستاهل. وحنا مع جيلان، وحنا مع اي شاب مغربي كيعطينا شي حاجه باش نهزوا روسنا للفوق. المهم قلت لكم هذا الوليد هذا راه دارس القانون الدولي ومشى شارك في القافله. والقافله نعاود نقولها راه الناس مشات من قلبها، مشات من نيتها، مشات بصدق. ما نقولوش دابا كاع الناس اللي مشاو ديك القافله راه كون انطلقت من المغرب، كون ما كانوش الحدود مسدوده مع الجزائر وانطلقت من المغرب، الكرا اللي غيمشيو للمغرب راكم شفتوا المليونات اللي كتخرج. المشكل هو اشنو غيكتشف هذا الدري، هذا ولد ليبيا، اش غادي يكتشف هو. ويشهد علي ربي ان الكلام اللي بنقوله انا نتحاسب عليه شخصيا مني انا ولي انا في نفس الوقت. يعني هذا الكلام وجهة نظري، ما نبيش ناس انا تزعل مني لاني قاعد نقول في الكلام هذا. القافلة يا جماعة مبداها الاول هو فلسطين واطفال فلسطين الجياع. بكل بساطة يشهد الله ان الشيء هذا حلم كل واحد فينا، وانت اللي قاعد تشوف انا متأكد انه حلمك. لكن للأسف لقينا حاجات تانية. مبدئيا انا ما نبيش نتطرق لك في حاجات ما نفقهش فيها هلبة وباش ما نظلمش فيها ناس، لكن انا بنوضح لك حاجه واحده. من اول ما بدا الموضوع يحاولوا انه هو يقسموا شرق وغرب، وانا اين تقف الحافله الى تبدا حدود اسرائيل. انا من هنا عرفت ان في سم في العسل اللي قاعدين ناخذ. دابا تخيلوا انت ليبي، انت ولد ليبيا، بزاف ديال الشباب ديال ليبيا غادي تطلع في القافله وغادي تشارك، وغادي على اساس انك غادي لواحد العمل انساني كعربي كمسلم تشارك فيه، وتسمع ناس كيقولوا لك من خلال الناس اللي منظمين القافله بان ملي قربوا المنطقه اللي حاليا حفتر هو اللي حاضرها، من هنا تبتدي اسرائيل. دابا تخيلوا دابا العقليه باش العديد ديال الشباب غادي يعيقوا بهذا المشكل هذا. انا ما نقبلش البنات، فهمتوا؟ دابا تخيلوا هذا الولد هذا ليبي وغادي يسمع بان ملي وصلوا لواحد الحد منين غادي يرجعوهم، غادي يقول لي من هنا تبتدي اسرائيل. هادو راه انما المؤمنين اخوه، هادو راه دوك اللي كاتبين انما مع شوية تحري يمين يسار البني آدم يحب يستكشف. عرفت إن بكل بساطة حتى المنظمين لهذه يعني باش ما نظلمش يعني خلينا نقولوا 50% من المنظمين اتجاهاتهم وعقلياتهم متطرفة بطريقة غريبة. يعني يفكر في شيء وينبذ الشيء الثاني. يعني مثلا يقول لك هذوكم الناس يهود، لكن لو قلت عن الناس الثانيين يهود لا غير صحيح. وفي نفس الوقت يعني بما اني انا مسلم، لو نقول لي شخص عليه انه يهودي كاني انا كفرته، لان انا وانت نعرف اليهود. دابا واحد طالع بحال اللي كيقولوا لنا حنا سيروا اليهود. دابا شوفوا العقليه باش غاديين، باش يبان لكم بان المساله عندها مبادئ سياسيه اكثر من مبادئ انسانيه. دابا هذا الولد هذا كيقول بان حنا طلعنا في القافله كان الناس كلشي غادي عن بدء، ولكن غنكتشفوا بان اولا في ارض بلاده، في بلاده هو. عطيوني شكون هذا الانسان اللي كيامن بتقسيم بلاده، شكون هذا الانسان؟ حيت الليبيين ما كنظنش الشباب الليبي والمواطن الليبي عنده اهميه تقسم ليبيا لجوج ولا ثلاثه ولا اربعه. هما كيامنوا، هما صابرين باش بلادهم تكون موحده، واي واحد كيامن بلاده موحده. دابا كيقول لك من غير ان ملي قربوا لواحد الحدود كيقولوا لهم من هنا غتبدا اسرائيل. احنا في الاراضي العربيه، اذا غتبدا اسرائيل من ليبيا وزيد لقدام، يعني حتى مصر راه اسرائيل.
على حسب المفهوم ديال الناس اللي غاديين بهم. من غير ذلك باش تسمع الناس كيقول لكم قال لك باش انت عندك مبادئ ايمان ومسلم وتجي تقول لي بان هادوك يهود، انت كتكفر الناس، كتكفر مسلمين. اذا انا الا كنت مسلم راه انا بعد الاسلام ديالي راه ضد هذه الفكره انني نكفر مسلمين اخرين. هادو غيخرجوا باقي غيخرجوا الفيديوهات باقي غادي نفهموا هادشي اللي واقع. قافلة الصمود. السلام عليكم. بعد ما رجعت لمدينة يعني يفكر في شيء وينبذ الشيء الثاني. يعني مثلا يقول لك احدكم الناس يهود، لكن لو قلت على الناس الثانيين يهود لا غير صحيح. وفي نفس الوقت يعني بما اني انا مسلم لو نقول لي شخص عليه انه يهودي كاني انا كفرته، لان انا وانت نعرف اليهوديه شنو هي. باهي من كفر مسلم مش فهو كافر؟ لا، يتغير الفكر ويتشقعب من جديد. كذلك خليني نوضح لكم شيء، والله العظيم يا اخوتي الشيء اللي صار هذا راهو كارثه. انا خليني نقول لكم من الاخير انا خلاص تعبت من الموضوع. الفتنه اللي في الموضوع كبيره هلبة. ناس اصحابي اللي تشوفوا فيا هذا رايي الشخصي، ما نبيش حد يزعل مني انا لو انت كان نظرتك تانية، لكن اللي قاعد يصير حيت هاد الوليد باين معروف، باين معروف في ليبيا باين. هذا فتنة. وبحق الله الأجندة أكبر من هيك بهلبة، وهدفها يا جماعة أنا بالنسبة لي الهدف الأول نشوف فيه أن ليبيا تتقسم، وأنا عمري ما نرضى إني نكون في فتنة في هذه البلاد أو إني نكون سبب في فتنة. ويشهد علي ربي والناس اللي تعرفني من حساباتي الأولى، يشهد الله عمري ما رضيت فتنة في البلاد، ولا عندي لا شرقية لا غربية ولا يهمني أي شيء تاني. لكن يا جماعة ردوا بالكم وردوا بالكم وردوا بالكم. خلال فترة السنة هذه الأخيرة اللي قعدتها في ليبيا تعلمت حاجات ما تعلمتهاش في 29 سنة اللي فاتت من حياتي، وربي يصلح حالنا وحالكم. وسامحوني كان سقطة مني شيء سهوا والله قدام العيادة قاعد ناخذ فقيلاتي من جديد بعد ما تكسروا الأولاد. رجلي يعلم الله متنفخة قلبها، ادعوني إن شاء الله بالشفاء وربي يسعدكم. سامحوني طولت عليكم بالله، وبعون الله لو في أي مستجدات راح نقول لكم. يلا سلام عليكم. غادي يدير فيديو اخر. دابا تخيلوا هذا ولد ليبيا، ولد ليبيا كباقي الشباب اللي فرحوا وشاركوا في القافله وغاديين ليها. ولكن نقول لكم والله العظيم انا ملي قريت بان الصمود مناورات اللي دارت في واحد البلاد عسكريه كان اسمها الصمود وغاديين باسم الصمود، وعقلتوا على القضيه ديال الزياره ديال الحفل العيد الوطني السوري الروسي. كنظن الا فكرنا شويه رجعنا للور غنشوفوا شكون اللي استضاف، شكون اللي استدعاه، شكون اللي كان حاضر. اذا تيقوني خص المواطنين يفيقوا شويه، حيت الاشياء قلتها ديما وغنبقى نقولها، الاشياء ملي كتدخل في الايديولوجيات كتولي هلاك للشعوب. حيت الانسانيه انسانيه، ولكن ملي كيدخلوا الايديولوجيات في واحد النطاق كيساليو مع الشعوب. انا كنقول ما غاديش نفرق بين انا فكر مسلم وانت ماشي مسلم، هذه غير مبدئيا هاد الناس هادو كيشوفوا فينا بان حنا براسنا ما متحدينش بيناتنا. ولكن الا عندك اهداف انك تقسم واحد البلد كيفاش بغيتي الاخر يتيق بان انت راه غادي توقف مع بلد اخر اللي في المحنه، هذا هو الخطير. انا ملي سمعت هذا الوليد وعنده فيديوهات اخرين وكيعاود بزاف حيت واقيلا كاين اللي ينتقدوا هادشي. المهم هادو راه ولادات ليبيا اللي ركبوا في القافله وواصلوا ومشاو كانوا غاديين اتجاه باش يمشي بك واحد. اكيد انا دابا هنا كنقول دابا الا سول شي واحد علاش ما جاوش معاكم الاخرين علينا حنا غيقولوا لي هادوك يهود. علاش ما تخيل ان باش تقول للناس بان اسرائيل كتبدا من النص ديال ليبيا هنا شوف فاش كتكرفس على نص ديال دوله، نص ديال شعب، وزيد عليك مصر كلها. كنتمنى حتى هذا الفيديو يسمعوه الاخوه المصريين، لان باش يعرفوا بان اللي عنده شي فكره خايبه كيستغل الشعوب العربيه، وحنا ساهلين 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 نطيحوا في هذا المقلب هذا. هذه غير جاتني هذا الفيديو سمعته لكم حيت عجبني، ولا لقيتو عند هذا الوليد هذا حيت خلوق وزعما خلوق كيهضر مزيان. باش نشوف لكم الفيديو الاخر اللي دار.
وليدي بلاتي. لا ما كيبانش ليا هنا. سميتو ماشي هو. سمعت واحد كيهضر كان معاهم وتراجع. لا بزاف ديال الشباب دابا حيت الخصوص حتى شوفوا راه الناس اللي غاديه كلها بحال زعما كان واحد الاتجاه نبيل. انا ما نقولش لكم الناس اللي غاديه راكبه في الكيران راه عندها ديك الفكره. الناس اللي غاديه انا جاتني بحال شي واحد بغى يقلد شي حاجه كانت دارت بلا ما نقول لكم السميه. دابا شي واحد قال زكا غنستغل هذه الفرصه حيت ولو يكون ضمير كما بغى يكون راسك تكون بليد غتقول علاش مده 3 سنين ما عمرك ما تحركتي، ما عمرك ما هضرتي، ما عمرك ما خرجتي. غتجي واحد الفرصه وغادي تقول زكا حكا نوض. اش غنوض ندير؟ نوض باش ندير واحد المسيره من الى. اذا هنا اي واحد عنده غير شويه ديال الدماغ، عنده شويه ديال لا ماتيير غريز، شويه ديك الماده الرماديه في راسو، غادي يتساءل. مرحبا بمحاولات بحال هادو انسانيه، ولكن حيت تسمع لان اللي عايشين في اوروبا سمعوا بان كاينه قافله من العالم كله، سمعوا بان الناس كتفق باش دير. اذا شي حد في البلده ديالو غادي يستغل هذه المساله هذه. وها نتوما دابا قلت لكم كيخرجوا التصريحات ديال خرج حتى واحد المصري عطى واحد التوضيح حتى هو في شكل كل واحد كيعطي رايه، ماشي دابا شي واحد داكشي اللي كيقول، ولكن هذا شاب ليبي حضر وسمع بودنيه. باش انا نكون مثلا ليبيه ونركب معاك وتجي تقول لي لا حكا راه من هنا كتبدا اسرائيل وانا باقي في ارض بلادي، اذا انا شحال من واحد ليبيين غادي يتراجع مع الفكره ويقول علاش وكناك شربناك طلينا فيك في الاخر غادي تسمينا حنا نص فينا غتردوا اسرائيلي ولا يهودي كما كيقول الولد. منورة الصومال كتب القسم منورة الصومال. برافو عليك است، برافو عليك. هادوك هما كلهم هادوك هما الكلمات. شفتوا غير الكلمه ما كناش عارفين. اهلا ربي ما كنت غبرتك يا ربي ما كنت غبرت. لا يسير والله لا يسير. سمعت الفيديو ديال واحد الوليد سمعت الفيديو ديال واحد الوليد ليبي مشى في قافله الصمود وصلوا نص ديال ليبيا قالوا لهم راه من هنا كتبدا اسرائيل. شويه قال لهم حكا كيقولوا لهم لا حكا راه من هنا كاين لا. ولكن ياسر انا ما كنت عارفه بان المناورات الصمود وفين ما داروا شي حاجه سميتها الصمود والرحله سميتها الصمود زعما. ولكن راه مزيان شتي مزيان ان باش الشعوب تعيق. راه انا هذه المساله هذه حيت الشباب الليبي ماشي بليد والشعب الليبي ماشي ديال المشاكل. الشعب الليبي انتم صابر على همه غير باش ما تقسمش بلادو. ولكن باش تجي انت وتطلع الليبيين في القافله وتقول لهم حكا الصمود فشل من اللور. فهمتي؟ باش توصل نص ليبيا وتقول لهم حكا اجي وهادو شكرا سوسو تقول لهم حكا راه من هنا كتبدا اسرائيل. اذا انت ضربتي اسرائيل نص ديال ليبيا. العالم كله من نص ديال ليبيا لقدام راه اسرائيلي. لا الشعب الليبي واعي. راه قال هذا الولد قال لهم راه كتهضروا مع واحد كيهضر معاكم واحد اللي قاري القانون الدولي، حيت بان كان عايش برا ديال ليبيا ومن بعد دخل ليبيا. الحدود كتبدا من سيرت ما سيرت قالوا لهم هذه هي اسرائيل. ولكن شوفي راه ربي كبير. انا جاتني بغاو يقلدوا ما عرفت ياسر واش اتفق معايا في الفكره. جاوني قالوا بلاتي غنقلدوا ديك ديال 350 الف غنفيقوا نهزوا نقولوا الكيران نركبوا نتمو غاديين ساعه لقينا راسنا مع ناس اللي كطلب ناس اخرى شكون يساعدها. ما عرفنا دابا شكون يتساعد. راه قالوا لي جاي واحد القافله من غزه باش تقدم يد المساعده لقافله الصمود اللي في حاصله في شي قنت اخر. داكشي اللي سمعت. راه داك الولد عبود كيعاون دابا في داك عبود الصديق ديالي الفلسطيني. راه غادي ندخل عنده باش نديرو لايف نقدموا مساعدات ديال سميتو لهادوك مساكن اللي حاصلين راجعين. سوسو الله يحفظك الحبيبه الله يحفظكم. فهمتوا؟ لا اذا ها واحد اسرائيل غير كتبها مقاده كتبها مقاده ما كتبتي حتى وحده فيهم مقاده غير كتبها الصومود كيزمو عاود كتبها مقاده راه ما كتبتيهاش صحيح.
لا اختي نون، لا نانا اوزا، انا نسمعك، هذا ولد بلادك اللي حاضر في قافله، حاشا لله انا باش نقول لك القافله، هذا ليبي، هذا ليبي حاضر في القافله، قالوا ليه بان انتي تجربتي الشخصيه في الفتره غتمشي تقلبي عليه، لا نانا غتقلبي على هذا الشاب حاضر في القافله. ملي وصلوا بهم نص ديال ليبيا، ملي وصلت القافله نص ديال ليبيا، قالوا لهم من هنا تبدا اسرائيل. ها انت تفرجيها. وزيك انت عزيزي المشاهد واكلتهم العاطفه معي، وايا كان اتجاهها او الشيء اللي طالع عليه، طالما هو ما خلي يعيش في حد أو يحاول يا سير يوصل اتري فكرة غتبيغ، إنه اتري يسمع غتبيغ. غيره. يا جماعة أنا راجل مواطن ليبي، ما يهمنيش شرق غرب، أنا نعرف ليبيا كاملة موحدة، ما فيش فيه نقاش، الموضوع هذا بكل، وبعون الله وإن طال النضال ليبيا واحدة. ويشهد علي يا ربي إن الكلام اللي بنقوله أنا نتحسب عليه شخصيا مني أنا ولي أنا في نفس الوقت، يعني هذا الكلام وجهة نظري، ما نبيش ناس أنا تزعل مني لأني قاعد نقول في الكلام هذا. القافلة يا جماعة مبدأها الأول هو فلسطين وأطفال فلسطين الجياع. بكل بساطة يشهد الله إن الشيء هذا حلم كل واحد فينا، وأنت اللي قاعد تشوف أنا متأكد إنه حلمك، لكن للأسف لقينا حاجات تانية. مبدئيا أنا ما نبيش نتطرق لك في حاجات ما نفقهش فيها هلبة وباش ما لا يا نطولش سير فيها عرفني ناس، غنسد لكن أنا غنسد موضح لك لا حاجة واحدة. العشيه لا من أول كان ما بدأ سميتو. الموضوع يحاولوا إنه هو يقسموا شرق وغرب، أين تقف الحافلة إذا تبدأ حدود إسرائيل. أنا من سمعتي اختي نانا؟ سمعتي ملي وقفوا بالحافله في وسط ليبيا، قالوا لهم اين تقف الحافله؟ اوكي فهمتيني دابا. تبدا اسرائيل. بالاضافه لذلك كانوا كيقولوا لهم على الشعوب بان هادو يهود، هادو على شعوب مسلمه، هادو يهود، هادو لان هاد الشاب شارك في القافله كالعديد منهم، ولكن من بعد غيكتشفوا بان الناس اللي مسيره القافله وراء القافله ليست الا ايديولوجيات من اهدافها. ونفكرك اختي الليبيه العزيزه بان هناك نظام ما عمره ما غينسى الشعب الليبي، سميتو الصمود ديالو لعدم تقسيم بلده، لان الشعب الليبي من ارقى الشعوب، وما كنقولش لك حيت ليبيا، لان تحت لي الفرصه، لي الشرف انني زرت ليبيا، ولي كامل الشرف اني عندي زبناء في ليبيا، وعندي اصدقاء ليبيين اللي اخوه ماشي زبناء، اخوه. انا نقولها لك، انا جيت لمصراتة، جيت طرابلس، وجيت في الفتره زعما واحد شويه صعيبه، ولكن ربي شاهد عليا بان كنقولها بان شعب نقي راقي. الرجل الليبي ديري فوق كتافك وكوني هانيه. ودير نقولها لكم، ما كنقولهاش حيت السيده ليبيه، ولكن